لو بتحبوا البلح الرطب وعايزين تدخلوه في الحلويات بتاعتكم، تعالوا النهارده نعمل احلى كيك بالبلح الرطب في دقايق بسيطة جدا هنكون خلصناها. اول حاجة هنجهز الصينية اللي هنحط فيها الكيك، هندهنها كويس جدا بالزبدة، بعدين هنحط عليها السكر ونوزعه على الصينية كلها، بعدين هنحط رشة قرفة تدي نكهة حلوة جدا مع البلح، لو مش بتحبوها بلاش منها. هنجيب البلح الرطب بعد ما قشرناه هنقسمه نصين وهنرصه جنب بعض في الصينية، اهم حاجة ما يكونش فيه فراغات. عايزة اقول لكم ان انا بخزن البلح في الفريزر من السنة للسنة علشان اعمل كيكة البلح. ودلوقتي هنعمل الكيك اللي هنحطه على البلح. اول حاجة هنجيب 2 بيض وهنحط عليهم الفانيليا، وبعدين هنحط عليهم كوباية سكر ونقلبهم مع بعض، وهنضيف نص كوباية زيت ونقلب مرة تانية، ونضيف نص كوباية لبن وكوبايتين دقيق وعليهم رشة ملح ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. ودلوقتي هنصب خليط الكيك على طبقة البلح اللي احنا رصيناها في الصينية، وهندخله الفرن على حرارة 180، هيقعد حوالي 25 دقيقة. وبعد ما الكيك تستوي وتطلع من الفرن هنسيبها تبرد شوية، وبعدين هنقدمها مع أي مشروب دافي احنا بنحبه. وبجد دي من أسهل وأسرع الكيكات اللي ممكن تعملوها في الشتاء. جربوا الوصفة ويا رب تعجبكم.